ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ النهارده هكلمكم عن فيديو هو للاسف مشكله عند كتير من الشباب، وانا كنت مشكله عند يعني انا واحد منكم كانت عندي المشكله دي، والحمد لله دلوقتي ايه في تحسن شويه. مشكله اختلاف وجهات النظر مع الاهل، حته مهمه جدا جدا جدا، يمكن مع اهميتها دي محدش اتكلم عليها قوي، او انا اللي انا شفته ما سمعتش حد بيتكلم عليها قوي. ايه هي حته الاختلاف مع الاهل دي؟ حاجه صعبه، هي ما بين شعره ان انت بتقول رايك وما بين شعر ان انت عقوق، وحته صعبه وهم بيزعلوا وانت بتزعل. حوار صعب، ازاي نفهم اهلنا وهم يفهمونا، وازاي نعرف نوصل الفكره صح؟ ده ان شاء الله اللي هتعلمه في الفيديو ده. طيب في البدايه انا هقول لك على مثال عندنا، ويعني ان شاء الله يعجبك، ان شاء الله يوصل لك الفكره. اول حاجه، حوار مثلا ان انا قبل ما ابدا تصوير خالص كنت انا عايز اخد كورس معين. الكورس ده كان هيأهلني يعني التصوير بشكل احسن، وكمان الكورس يعني كان هيفتح لي زي شغل تبع التصوير وكده. مش مهم، انا فاكر الفتره دي كانت فتره امتحانات، فتره في امتحان قريب، في حاجه جايه قريب، فاهم كده. فانا قلت لاهلي والله ده الكورس انا عايز اروح الكورس هو بكره وبعده، وتقريبا انا بعد اسبوع عندي امتحان، هو كان بعد اسبوع عندي امتحان. فاهلي لا، واعترضوا وحصلت خناقه، يعني مش خناقه، يعني هما خلاص هما زعلوا وحصلت حاجه كبيره، ان هو لا، ان هو انت ازاي عايز كده ومش عارف ايه، انت عندك وقت مثلا في نص السنه اعمل اللي انت عايزه. طيب بيني وبينك انا ما رضيتش، يعني انا خلاص تمام، بس انا برضو من جوايا عايز اعمل حاجه، مش عارف اعمل ايه، مش عارف بتاع ده، في نفس الوقت عايز اثبت لهم ان انا هعرف اعمل كذا. المهم الحمد لله الامتحان عدى، وانا لسه في دماغي فكره ان انا عايز ابدا تصوير، عايز ابدا في الحاجه دي، عايز اتعلم الحاجه دي. طيب اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ والله بدات اصور كده شورتس خفيفه، كاميرا كده كانت بالتليفون السيلفي كانت فيرتيكال. الوضع ما كانش احسن حاجه، بس كانت بدايه حلوه ان انا بدات، ان انا خلاص بدات تمام. كانوا هم ما يعرفوش عنها في الاول، بعدين في الفتره دي كنت عايز حامل، فانا كلمت واحد صاحبي والله انا عايز الحامل بتاعك اجربه كده عشان انا ممكن اجيب حامل. طيب يا عم اتفضل هات الحامل. خدت الحامل ده خدته، اهلي عرفوا في نفس اليوم ان انا جبت حامل، اللي هو انا خدت الحامل وقلت لهم ده انا بجرب حاجه وبتاع، ما كانش عندهم اعتراض. فهم قالوا لي انت فعلا عايز الحامل وكده؟ والله قلت لهم يعني بس انا مش هحتاجه دلوقتي وبتاع. فابويا كلمني بعدها بيوم انا فاكر، قال لي والله لو عايز الحامل خد الحامل ده اشتريه ومن فلوسي، يعني اشتري الحامل اللي انت عايزه من فلوسي وما تشغلش بالك باي حاجه. انا والله قلت له انا مش محتاج فلوس، بس انا يعني انا كنت مستني موافقتك. طبعا انا كنت فرحان، رجعت الحامل لصاحبي وجبت يعني طلبت الحامل، واول ما جه رجعت الحامل بتاع صاحبي ليه وجبت الحامل ده. فهنا انا هنا حصل اختلاف، اختلاف في وجهات النظر. انا عايز ابدا باي شكل، هما بالنسبه لهم ابدا بس اختار وقت صح، ما تختارش حته تيجي في وقت امتحاناتك، في وقت تبقى انت فيه مشغول، تبقى تيجي على حاجه تانية في حياتك، فاهم؟ وصل لك الفكره؟ فهو هم اهلك طبيعي عايزينك يشوفك احسن واحد في العالم، ده كده كده عايزين يشوفوا فلان، يعني مثلا عايزين يشوفوا عمر ده احسن واحد في العالم، عمر واخواته عايزين يشوفوه احسن واحد في العالم. والله عمر ده عايزه يبقى احسن من احسن حاجه، احسن من احمد زويل، احسن من ايلون ماسك، فاهم قصدي؟ وصلك الفكره؟ بس الفكره بطريقته، يعني هقول لك ازاي. يعني هم كان زمان عندهم ان حته الشهاده مهمه جدا، وهي مهمه، حلو، حته الشهاده مهمه جدا، خد شهادتك بعدين اعمل اللي انت عايزه، فاهم؟ هم عايزينك يبقى بحيث انت مثلا اللي انت بتعمله ده ما وقعت فيه، ما ربنا يعني ما فتحهاش عليك في المجال ده، يبقى عندك شهاده ترجع ليها، فاهم قصدي؟ هم في الاول وفي الاخر مش عايزين ان انت تبقى كويس. هو يمكن تبقى كويس بوجهه نظرهم،
هو يمكن يبقى كويس بوجهه نظرهم بس هم عايزينك تبقى كويس. فهو الفكره اللي عليك ان انت توصل لهم وجهه نظرك بالطريقه ليهم، لان استحاله اهلك هم اللي ينزلوا لك عشان يفهموك. ده اكبر غلط. انت اللي المفروض تطلع لهم عشان تفهمهم، تطلع فوق عشان تفهمهم، توصل للمرحله اللي هو تخاطب عقلهم باللي يفهموا. مش معنى كده ان هم عقلهم قليل او ما بيفهموش، طبعا غلط، لا، ده هم عقلهم اكبر مننا وفاهمين اكتر عننا وعندهم خبرات اكتر مننا، بس مش مواكبين العصر اللي احنا فيه، مش فاهمين الحته الفلانيه، مش عارفين الحته الفلانيه، مش واصله لهم بالطريقه الصح. يعني انا لما عرفوا ان انا عندي قناه وبتاع انبسطوا جدا ويعني حاجه حلوه، بس الفكره انت تختار التوقيت، ما تجيش على نفسك في الحته دي. يعني مثلا هما بالنسبه لهم، انا هقول لك ان بالنسبه لهم صلاتك، صحتك كويسه، مذاكرتك كويسه، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه طالما ما بتجيش على الثلاث حاجات دول. اعمل اللي انت عايزه ان شاء الله يا عم تشقلب، طالما الحاجه دي حلال 100%، مش هتجيب لك مشاكل، اعمل اللي انت عايزه. فهم مش عايزينك، مش بيحبطوك او بيوقفوك، بالعكس هم اول داعم ليك في وقت الجد، اول داعم ليك في وقت المشاكل، في اول داعم ليك حتى في الوقت اللي انت عايز فيه حاجه، هم اول داعم ليك. بس الفكره هو انت توصل لهم الفكره اللي انت عايزها بطريقتهم، بلاش الطريقه اللي هو ان انت بتكلم واحد صاحبك. انت ما بتكلمش واحد صاحبك خالص، حاول تفهم دماغ اهلك وتوصل لهم الفكره على حسب النقطه دي. بلاش حته ان انا اكلمهم بنفس الطريقه وهم لازم يفهموا مش عارف ايه، مش هتفهم. وبلاش تبقى كده، عمر ما الحاجه تبقى كده، عمر ما تبقى انت واهلك كده، ما ينفعش. لازم اهلك دايما هم هنا وانت هنا. عمر ما لما تحصل كده اعرف ان انت خسرتهم. كان في حته بتقول لك ايه، لو انت لما تتناقش مع ابوك ما تكسبش النقاش عليه لان انت هتخسره. فاهم؟ نفس الفكره، ما تحاولش تبين ان انت الاحسن، ما تحاولش تبين ان انت كويس، ما تحاولش مش عارف ايه. اسمع لهم يا عم، مش هتخسر حاجه. اسمع وحاول توصل معاهم لنقطه وسط، نقطه تبقى مرضيه ليهم في الاول وفي الاخر، مرضيه ليهم وفي الاخر تبقى مرضيه ليك. حاول توصل لهم فكرتك صح، بلاش حته ان هم مش فاهمين فخلاص مش عارف ايه وانا مش هتوصل لحاجه، مش هتوصل لحاجه صدقني. بس وده كان فيديو النهارده، بتمنى يكون فادك يعني. واكتب لي في الكومنت يعني مواقفك كده واحكي لي يعني. وان شاء الله نتقابل قريب. سلام.